السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم البيتزا السايلة بطريقة وعجينة مختلفة وطعم مختلف خالص غير اللي انتم متعودين عليه. أول حاجة هحط المفروض 3 كوبايات من المية وقصادهم 3 كوبايات من الدقيق حسب نوعية الدقيق، يعني كل كوباية مية بحط قصادها كوباية من الدقيق وأقلب وأشوف القوام بتاعي عامل ازاي. أنا بالنسبة لي احتجت بالظبط 2.5 كوبايات من المية على 3 كوبايات من الدقيق، وكده عملت القوام اللي انا عايزاه. ما يبقاش سائل قوي قوي زيادة عن اللزوم ولا يبقى تقيل، انا عايزه القوام ده. بصوا زي ما انتم شايفين عامل كده. وبعدين في العجينه دي بقى بحط معلقه من الملح، معلقه من السكر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه من الخميره الفوريه، رشه فلفل اسود، ورشه من التوابل السبعه او اي توابل انتوا بتفضلوها. هتدي طعم للعجينه من جوه. بصوا تبقى التوابل داخله في العجينه كده، مش مجرد بس من فوق الوش، لا حطي التوابل جوه العجينه. اتفرجي بقى على طعم العجينه هيكون اصلا عامل ازاي. وندهن كده من فوق الوش شويه صلصه كده من غير ما نقلبهم طبعا عشان ما تغمقليش لون العجينه. واحطها في الفرن 10 دقايق كده، احس ان العجينه بدات تمسك نفسها شويه. في الوقت ده ابدا ان انا اقطع الخضروات بتاعتي. ببدأ بقى ان انا اجيب الطماطم واقطعها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وفلفل حامي. انا بحب الاكل يكون سبايسي كده. طبعا انت عايزه تحطيه بارد، تحطي فلفل اللي هو الكوبي حطيه. اي حاجه في الحشوه انت عايزه تضيفيها بتضيفيها. الحشوه دي بتاعتك انت. انا حطيت سوسيس، حطيته كده في شويه ميه عشان يبقى بس طري معايا ويبقى ما ياخدش سوا كتير. وبعدين قطعته زي ما انتم شايفين كده شرايح كده صغيره ورفيعه، وهحطه من فوق الوش. عايزه بقى تحطي بداله فراخ، تحطي مشروم، تحطي اي حشوه انتي بتفضليها حطيها. عايزه تزودي عليه شويه من الزيتون، حطي اللي انتي عايزاه. انا كده الحشوه بتاعتي بقت جاهزه. وفي الحشوه دي هضيف معلقه كده من الملح ومعلقه من الفلفل ومعلقه من البهارات، واقلبهم عشان الحشوه نفسها من فوق الوش تبقى ليها طعم. فانتي كده تبقى العجينه بتاعتك طعمها حلو، والحشوه بتاعتك اللي فوق الوش طعمها برضو حلو جدا. انا كده دلوقتي طلعت العجينه من الفرن، يعني دخلتها 10 دقايق مسكت نفسها كده. وبعدين بدأت بقى احط الحشوه اللي انا قطعتها قدامكم دي، السوسيس والطماطم والفلفل. احطهم كده اوزعهم بالشكل ده على الصينيه كلها، واحاول اضغطهم كده شويه بحيث ان هم يبقوا داخلين شويه في العجينه. واحط بقى شويه موتزاريلا فوق الوش، عايز احطي جبنه مبشوره، اي حاجه انتي بتحبي تحطيها من انواع الجبن حطيها. وتسيبيها تكمل سواها في الفرن حوالي بقى نص ساعه، ساعه الا ربع. شوفي هتاخد معاكي سوا قد ايه، وتطلعيها من الفرن وتقطعيها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هتبقى طريه وتحفه. وبصي ولا بتلزق ولا اي حاجه، في منتهى الجمال. ووصفه مش هتاخد معاكي وقت ولا تستنيها تخمر ولا تعلى ولا اي حاجه. هو كده كده البيكنج باودر هيخليها تعلى معاكي وتبقى حلوه جدا. ولو عجبتكم قولوا لي رايكم.